معكم عزيز. هذا الفيديو بحاول اسوي مقلب بس عدو للاسف كذبت عليه، قلت له ما ادري متى بحصل السويتش، وانا بحصلها اليوم من ايك الكترونكس بالسعر الحقيقي اللي هو 125 دينار. كل المحلات في البحرين يبيعونها ب 200 دينار الا اي كي ب 125، تقريبا نص السعر اي كي يبيعه. السعر الاصلي من نتندو هو 299 بالدولار، الحين بحول لكم 299 دولار الى الدينار البحريني يساوي الى 112 دينار بحريني. 112 دينار زائد الشحن بيوصلك 120. باقي المحلات يبيعونها ب 200 دينار تساوي 530 دولار. الافضل ولا ارخص ايك الكترونكس. عادي متحمس العب براث اوف ذا وايلد. تو مكلمني سايق قال لي وينك؟ قلت له انا في المكان الفلاني بيت سعودة. حماس ما اقدر انتظر. في شيء ثاني بتكلم عنه واللي هو ايك الكترونيك. ايك صراحه ما قصر معنا، الشخص الوحيد اللي من بدايه القناه من اول ما بديت يوم كنت اترجى واحد يدعمني، واحد بس، ما لقيت ولا واحد، ما حد كان يبيني. ايك هو الوحيد اللي بس ادش عندك. انا قاعد كذي ما عندي شيء. ادش عندك امتحان احياء. رح انا امتحاناتي عقب شهر. اوكي I'm coming now. وصل يا جماعة، وصل. يلا احنا رايحين. اوه see you. ready. What's this؟ ايش رايك؟ انصدمت انا. تعال نسوي مغلط اليوم. شوفك ليش تقول لي روح نزل؟ شلون كنت هذه؟ لو انا سولف سويتش. جماعة شوفوا السويتش وين؟ هني الالعاب من هني. بعد تجربة 3 ايام رايي الشخصي النينتندو سويتش احلى فكرة جهاز، يعني اودي الجهاز فوق معاي، لكن المشكلة العودة. والسؤال هو هل راح يندعم من الثيرد بارتي؟ هل ينزل عليه كول اوف ديوتي وباتل فيلد؟ هل تنزل عليه التريبل اي جيمز؟ ايه او لا؟ هاي اللي ناقص نينتندو سويتش. انتظروا الريفيو مالي حق لعبة زلدا، راح تنزل على موقع ايك الكترونيك. كل تفاصيل حسابات ايك الكترونيك تحت في الديسكربشن. اعطوا فولو. ارخص محل في البحرين. كان معكم عزيز، مع السلامة.